بعد ما لونتها بقى وقصيتها هجيب سولوتيب عادي جدا وهبدأ ان انا الفه كده داير ما يدور حواليها، هلزقه حواليها كده علشان تبقى بتلمع وتبقى قوية كمان. الالوان بتاعتها ما تطبعش مع استخدام الاطفال وكده، الالوان بتاعتها ما تطبعش في الايد. خلاص بعد بقى ما ثبتها، بعد ما قصيتها كلها هبدأ ان انا اثبتها على المقلمة بالشكل ده. دي ناحية تجميلية، ممكن تجملوها باي ستيكر عندكم. خلاص وبكده شكلها النهائي خلص معايا. هبدأ بقى برضو، بصوا الالوان خدت مني اكتر من 12 قلم، يعني بتشيل عدد كبير من الاقلام، والاطفال هيفرحوا بيها جدا، خصوصا ان انت اللي عاملاها لهم. اتمنى تكون افكار النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.